في 1928 الأوروجواي بتشارك في أولمبياد هولندا وتقدر تكسب الميدالية الذهبية في الكورة للمرة تانية. وكان ساعتها العرف إن اللي بيكسب الأولمبياد بيصنف في نقاط العالم في الكورة. ولما شعبية كرة القدم زادت، رئيس الفيفا ساعتها جولز ريمي جات له الفكرة إنه ينظم بطولة دولية بعيدة عن الأولمبياد. وبعد سنتين من التخطيط والاتفاقات بيتم تنظيم أول نسخة من كأس العالم في 1930 اللي اتلعبت في الأوروجواي، بما إن هم اللي كانوا كاسبين آخر نسخة من الأولمبياد. وفي ال 95 سنة بعد أول مونديال في 80 منتخب مختلف شارك، بس مفيش غير 8 بس اللي قدروا يكسبوا. وللاسف مفيش منتخب عربي واحد قدر يكسب كاس العالم قبل كده او حتى يوصل للنهائي، بس ده ما يمنعش ان في نسخ كان عندهم فرص قويه جدا انهم يعملوا كده. ففي الفيديو ده هنرجع بالزمن لاول نسخه خالص من كاس العالم ونشوف تاريخ المنتخبات العربيه من مونديال الاوروجواي ولحد النهارده. يلا بينا نبدا الرحله. في اول نسخه من كاس العالم ما كانش فيه بقى ولا تصفيات ولا اي حاجه من دي. فيفا قررت انها هتبعت دعوات رسميه للمنتخبات المنتسبه ليها، ومصر كانت البلد العربيه الوحيده اللي جالها دعوه ساعتها. ايوه، كان لنا فرصه نشارك في اول نسخه من كاس العالم، بس زي ما احنا عارفين ده ما حصلش. ليه بقى؟ مشكله المونديال ده انه كان في امريكا الجنوبيه، وساعتها موضوع السفر ده ما كانش سهل ومتاح زي دلوقتي. ده كان لازم سفن وسفر بالايام مش بالساعات، والمشكله دي اثرت على كل البلاد اللي كانت مبعوت لها دعوه، لدرجه ان من كل المنتخبات اللي كانت المفروض هتشارك مفيش غير 13 بس قدروا يجوا، منهم 7 من امريكا الجنوبيه، فما كانش عندهم ازمه في موضوع السفر، و4 من اوروبا و2 من امريكا الشماليه. المضحك في الموضوع ان مصر كانت فعلا رايحه، احنا الحمد لله مش فارق معانا ولا بحر ولا سفر، وايدي على ايدك يلا بينا على الاوروجواي. ويوم السفر جم عشان ياخدوا السفينه، قال لك ان فيها عواصف في البحر الابيض المتوسط ومعلش هتتاخروا شويه، بس التاخير ده خلى السفينه الثانيه اللي كانت هتاخدهم للاوروجواي تفوتهم، والمشاركه راحت عليهم. النسخه دي من كاس العالم كانت عباسيه بكل ما تعنيه الكلمه. المجموعات كانت 4 فرق في مجموعه واحده والباقي كانوا ثلاثات، واول واحد من كل مجموعه بيتاهل ويلعب نص النهائي على طول، وحتى نص النهائي خلص 6-1 في الماتشين، وفي النهائي الاوروجواي تكسب البطوله وتتوج باول كاس عالم. في النسخه اللي بعدها على طول فيفا حاولت تظبط الموضوع شويه، واختاروا ان هم هينظموا البطوله في اوروبا عشان مشاكل السفر بتاعه النسخه اللي فاتت ما تتكررش تاني. وايطاليا كانت هي البلد المستضيفه، بس عشان ما فيش بلاد اوروبيه كتير سافرت للمونديال اللي قبله، الاوروجواي زعلت وقالت انا هتقطع البطوله ومش هتشارك، اللي هو جو انتوا ما سافرتوليش فانا مش هسافر لكم. وفي النسخه دي ما كانش في دور مجموعات، ال 16 منتخب اللي بيتاهل للمشاركه بيبدا البطوله على طول من دور ال 16، وللمره الثانيه مصر تكون من ضمن المنتخبات اللي هتشارك. ولحسن الحظ ما كانش في ساعتها اعاصير وما تاخروش المره دي، ولعبوا اول ماتش ليهم في كاس العالم يوم 27 مايو 1934 ضد المجر، وفي اول نص ساعه نكون خسرانين 2-0 الحمد لله، بس في الدقيقه 35 عبد الرحمن فوزي بيسجل الهدف الاول، وبعدها ب4 دقائق بس بيسجل التعادل والشوط الاول يخلص 2-2، وبعدها مختار التتش يجيب الثالث بس الحكم يحسبه اوفسايد. مختار التتش خد الكوره من السنتر وجري بيها لغايه الجول وحطها في المرمى. الحكم حسبها اوفسايد على الوينجرايت اللي واقف عند خط السنتر وما كانش اوفسايد. وفي الشوط الثاني المجر بيسجل هدفين والماتش يخلص 4-2، ومصر تخرج بره البطوله من الدور 16 وايطاليا تكسب اول لقب ليها. مونديال 1938 اتنظم في فرنسا ومفيش ولا منتخب عربي قدر يشارك في النسخه دي، فمش هتكلم عنها كتير. النهائي كان بين ايطاليا والمجر، وايطاليا كسبت 4-2 وتحقق تاني كاس عالم ليها، بس الاحتفالات دي ما طولتش عشان بعدها بسنه الحرب العالميه الثانيه بدات، والبطوله توقفت 12 سنه ورجعت تاني في نسخه 1950، بس برضه مفيش منتخبات عربيه شاركت فيها. والنهائي كان ما بين البرازيل والاوروجواي، الثلاثيه يخسر 2-1 والاوروجواي تكسب تاني لقب ليها في كاس العالم. من 1954 ولمدة 16 سنة مفيش منتخب عربي شارك في أي نسخة، بس العقدة دي اتكسرت في 1970. المغرب كان الممثل العربي الوحيد في البطولة، واتحطوا في مجموعة فيها ألمانيا الغربية وبلغاريا وبيرو، بس للأسف يخلصوا آخر المجموعة بعد خسارتين وتعادل. في النسخة اللي بعدها على طول المنتخبات العربية غابت تاني، بس المرة دي الغاب ما طولش، وفي 1978 تونس تتأهل أول مرة وفي المجموعات تخسر من بولندا 1-0 وتتعادل مع ألمانيا الغربية بدون أهداف، وتقدر تكسب المكسيك 3-1 ويكون أول منتخب عربي يكسب ماتش في كأس العالم. بس للأسف ده ما كانش كفاية عشان يكمل في البطولة ويخرجوا من المجموعات في المركز الثالث. بس رغم الخروج البدري ده، السنة دي كانت بداية صعود منتخبات عربية تانية لأول مرة وبشكل أكتر، واللي ساعد أكتر في الموضوع ده إن فيفا زودت عدد البلاد المشاركة من 16 ل 24. ففي نسخة 1982 شفنا منتخبين جداد يتأهلوا لأول مرة، الكويت والجزائر. الكويت تتحط في مجموعة صعبة جدا فيها فرنسا وإنجلترا وتشيكوسلوفاكيا ويخلصوا في المركز الأخير بعد خسارتين وتعادل، بس الجزائر قدمت مشاركة محترمة، تكسب ألمانيا 2-1 في أول ماتش وبعدها تخسر من النمسا وتكسب التشيلي 3-2، وساعتها كان الفوز بنقطتين بس مش 3 زي دلوقتي. فالجزائر كانت في المركز الثاني ب4 نقط من 3 ماتشات، والنمسا في المركز الاول ب4 نقط برضه بس من ماتشين بس، وفي المركز الثالث المانيا وتشيلي في الاخير. وفي الوضع ده الجزائر كانت المفروض تتاهل، بس في اخر جوله في المجموعات كان الماتش بين المانيا والنمسا، النمسا لو خسرت بفرق اهداف اكتر من 3 مش هتتاهل،
والمانيا لو ما كسبتش برضه مش هتتاهل. فاتفقوا بدل ما ناخد الريسك النمسا هتسيب المانيا تكسب عادي، ولكن بفرق جون واحد بس عشان الاثنين يضمنوا التاهل والجزائر تطلع. وده اللي عملوه. المانيا بتجيب اول هدف في الدقيقه 10 وبعد كده الاثنين يقعدوا يضيعوا وقت، المدافعين بيبصوا لبعض ولما حد يمثل انه بيضغط عليهم يروح الفريق الثاني شريطها قدامه خلاص. الماتش اللي اتسمى بعد كده بفضيحه خيخون، وبسببه طلع قرار ان اخر ماتش في المجموعات بعد كده هيتلعب في نفس الوقت عشان يمنعوا الغش والتلاعب في النتائج، ودي مش هتكون اول مره قانون يتغير عشان منتخب. المونديال اللي بعده على طول هيودينا المكسيك سنه 1986، وفي النسخه دي حصل حاجتين جداد لاول مره في تاريخ المنتخبات العربيه. اولهم ان دي اول مره يكون في 3 بلاد مختلفه مشاركه، العراق لاول مره والمغرب والجزائر. العراق تخلص في المركز الاخير بعد 3 خسائر، والجزائر برضو تخلص في المركز الاخير ولكن بنقطه واحده. المغرب تقدر تحافظ على شباكها قدام بولندا وانجلترا، وفي اخر ماتش تضرب البرتغال 3-1 بتألق من عبد الرزاق خيري اللي سجل هدفين، ودي تكون اول مره في تاريخ المنتخبات العربيه ان الفريق يعدي من المجموعات. بس لسوء حظهم بيواجهوا المانيا في الدور ال16 اللي كانت واحده من اقوى المنافسين على البطوله، وفعلا وصلوا النهائي. وفي الماتش ده المغرب تودع البطوله بعد خساره 1-0. ورغم الهزيمه التأهل ده ادى ثقه كبيره للمنتخب المغربي وباقي الدول العربيه. وفي 1990 في مونديال ايطاليا نشوف رجوع مصر تاني للمشاركه، وبرضه نلاقي منتخب الامارات اللي بيسجل اول حضور ليه في المونديال بس يخسر 3 ماتشات ويودع في المركز الاخير. ومصر تلعب اول ماتش ليها ضد هولندا وتتعادل 1-1. ولو كنت نسيت الوحيد اللي جبت جون في كاس العالم. بس طبعا زي ما شفنا ان عبد الرحمن فوزي كان سجل هدفين برضه قبلها ب60 سنه، بس ما علينا. بعد التعادل ده نتعادل تاني مع ايرلندا 0-0. والمضحك في المجموعه دي ان كل الماتشات لحد دلوقتي كانت خلصانه بنفس النتيجه بالظبط، ولو الوضع استمر كده كان التاهل هيبقى بالقرعه عشان هم متعادلين في كل حاجه تانية حرفيا. وفي اخر ماتشين في المجموعات ايرلندا وهولندا يتعادلوا 1-1 ومصر تكون خسرانه 1-0 من انجلترا. هم حرفيا كانوا عايزين جون واحد بس كمان عشان تبقى المجموعه كلها نفس النقط ونفس الاهداف ونجرب حظنا في القرعه، بس للاسف الماتش يخلص كده ومصر تودع البطوله في المركز الاخير. في 1994 نشوف المنتخب السعودي بيشارك لاول مره والمغرب ترجع تاني، والاثنين يتحطوا مع بعض في نفس المجموعه مع بلجيكا وهولندا. في اول جوله المنتخبين يخسروا، ولما واجهوا بعض السعوديه تكسب 2-1، وفي اخر جوله المغرب تخسر 2-1 من هولندا، بس السعوديه تقدر تكسب بلجيكا 1-0 بعد هدف عالمي من سعيد العويران اللي لسه مصنف كواحد من احسن اهداف كاس العالم لحد دلوقتي، ويأهل المنتخب السعودي للدور ال16 اللي واجه فيه السويد ويخسر 3-1 ويكون تاني منتخب عربي يكسر عقده المجموعات بعد المغرب. في النسخة اللي بعدها نشوف 3 بلاد مشاركة، السعودية للمرة الثانية على التوالي وتونس والمغرب. ولكن للأسف كأس العالم ده كان مخيب جدا للتوقعات. تونس والسعودية خلصوا في المركز الأخير بنقطة واحدة، والمغرب أحسن شوية تخلص ب4 نقط في المركز الثالث، بس ده ما يكونش كفاية وتودع البطولة هي كمان. والوضع ده استمر فترة طويلة وعقدة المجموعات ترجع تاني. في 2002 السعودية وتونس يشاركوا ويخلصوا في المركز الأخير، وفي 2006 يشاركوا تاني مع بعض وفي نفس المجموعه بس يخلصوا في المركز الثالث والرابع وما يتاهلوش. في 2010 نشوف عوده المنتخب الجزائري ويكون الممثل العربي الوحيد في النسخه دي بس برضه يخلص في المركز الاخير. السنين دي ما كانتش مبشره للمنتخبات العربيه وشفنا تراجع كبير جدا في النتائج والمشاركات، بس 2014 كانت نقطه تحول للاحسن. في كاس العالم ده كانت الجزائر برضه الممثله الوحيده للعرب، بس المره دي قدروا يتأهلوا من دور المجموعات ب4 نقط ويوصلوا لدور ال16، وساعتها يواجهوا المانيا اللي كانت اقوى فريق في البطوله وكسبت كاس العالم في النسخه دي. بس رغم كده المنتخب الجزائري قدم ماتش للتاريخ وقدروا يوصلوا للاشواط الاضافيه، بس بعد هدفين من الالمان وتألق من نوير الجزائر تخسر 2-1 وتطلع بعد اداء مشرف جدا. في 2018 نشوف لاول مره مشاركه 4 منتخبات عربيه مع بعض. مصر ترجع تاني بعد غياب 28 سنه ومعاها السعوديه وتونس والمغرب، وكان المفروض يعني بما ان احنا داخلين ب4 منتخبات ان على الاقل واحد يعدي المجموعات، بس للاسف كله خرج. السعوديه ومصر ودوا مركز ثالث ورابع، المغرب تطلع بمركز اخير وتونس تخرج برضه بس بمركز ثالث. لحد دلوقتي ملخص مشاركاتنا كان اغلبه خروج من المجموعات او تاهلوا دور ال16 بس نخسر فيه. بس في نسخه 2022 في قطر الحاجز ده اتكسر. مونديال 22 كان اول كاس عالم ينظم في بلد عربيه وشاركت فيه البلد المنظمه قطر لاول مره في تاريخها ومعاها السعوديه والمغرب وتونس. قطر للاسف تخسر 3 ماتشاتها في اول تجربه ليها في المونديال، والسعوديه رغم المفاجاه اللي عملوها وفوزهم على الارجنتين 2-1 في اول ماتش ليهم ما قدروش يكملوا ويطلعوا في المركز الاخير. تونس كان ممكن تتاهل للدور ال16 وقدروا يكسبوا فرنسا في اخر ماتش، بس خسارتهم من استراليا قبلها خلتهم ينهوا رحلتهم في المركز الثالث. بعد خروج ال3 منتخبات دول ما فضلش غير المغرب اللي قدمت احسن بطوله في تاريخ العرب لحد دلوقتي. مجموعه المغرب ما كانتش سهله بوجود منتخبات زي كرواتيا وبلجيكا وكندا، بس رغم ده في اول ماتش يقدروا يتعادلوا مع كرواتيا 0-0 وبعدها يكسبوا بلجيكا 2-0 وكندا 2-1 ويخلصوا المجموعه في المركز الاول بدون ولا خساره ويتاهلوا للدور ال16 اللي قبلوا فيه اسبانيا. مواجهتهم قدام اسبانيا تخلص بدون اهداف بعد 120 دقيقه، ولما نوصل ضربات الجزاء اسبانيا تضيع 3 بعد تألق ياسين بونو، والمغرب توصل لربع النهائي ويبقى اول منتخب عربي يوصل للمرحله دي في تاريخ الكوره. دور ربع النهائي حطهم في مواجهه مع البرتغال، وبعد الرأسية من يوسف النصيري في الدقيقه 42 المغرب تتقدم 1-0 ويقدروا يحافظوا على النتيجه دي لحد اخر الماتش ويوصلوا نص النهائي اللي كان قدام فرنسا.
منتخب فرنسا كان لسه كاسب كاس العالم في النسخه اللي قبلها ومع واحده من اقوى التشكيلات في البطوله. الماتش بدا بقوه وفرنسا قدرت تسجل هدف الاول في اول 5 دقائق بس، ورغم محاولات كتيره جدا من المنتخب المغربي للاسف ما قدروش يتعادلوا، وفرنسا بتسجل هدف الثاني في اخر 10 دقائق وتخلص الماتش، والمغرب تخسر 2-0. وبعدها في ماتش تحديد المركز الثالث والرابع كرواتيا تقدر تكسب 2-1 والمنتخب المغربي يخلص في المركز الرابع ويبقى اول منتخب عربي يشارك في دور نص النهائي واحسن مركز تحققه بلد عربيه من بدايه كاس العالم. فكره ان مفيش منتخب عربي كسب كاس العالم قبل كده مش حاجه معيبه او تدل على ضعفهم. انت عندك منتخب زي هولندا باجيال مختلفه من الاساطير، من اول كرويف وخولت وفان باستن لحد روبن وفان بيرسي، ما قدروش يكسبوا البطوله قبل كده. ونفس الكلام على البرتغال من اول يوسيبيو ولحد رونالدو، والمجر مع بوشكاش، وبلجيكا وكرواتيا والامثله كتيره. الفوز بكاس العالم ليه عوامل كتير جدا اكتر من الاسامي اللي بتلعب. سوء الحظ بيلعب دور مش صغير في الحسبه. انت شفت كم مره في منتخب عرف يتاهل بس اتحط مع بلد صعبه في دور 16، او من الاول اتحط في مجموعه وسط منتخبات قويه قللت فرصتهم في الصعود؟ من غير طبعا الخبره اللي غابت عن بلدنا في اول كام نسخه بسبب الاستعمارات الاوروبيه والحروب اللي استنفذت الموارد وفرصتنا في تطوير الجانب الرياضي في الفتره دي. بس مؤخرا الوضع ابتدى يتحسن وبقينا نشوف اهتمام اكتر للجانب الرياضي في بلادنا، ونسبه اكبر من اللعيبه بتحترف بره وتكسب خبرات جديده تقدر تفيد بيها منتخباتها. وممكن نشوف قصه جديده في مونديال 2026. منتخب الأردن هيشارك لأول مرة في تاريخه ونسبة كبيرة إن مصر تتأهل، وأنا شايف إن بالجيل الحالي لو الظروف ما وقفتش ضدنا ممكن نعدي المجموعات وناخد خطوة جديدة في كأس العالم. لحد وقت تصوير الفيديو المنتخبات المشاركة لسه ما اتحددتش، بس أيا كان مين هيتأهل أتمنى كل التوفيق للي هيقدر يمثلنا، ومين عارف ممكن قريب نشوف الكاس لأول مرة في وطننا العربي. اكتب لي في الكومنتات تحت أنت بتتفرج منين وإيه أول ماتش كورة فاكره لمنتخبك في كأس العالم، ولو شايف ان الفوز باللقب مساله وقت مش اكتر. ولو الفيديو عجبك يا ريت ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان ده بيساعدني اقدم المحتوى ده، وممكن تتفرج على فيديو تاني ليا من هنا. شكرا لوقتكم واشوفكم الاسبوع الجاي.